بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاملين يا جماعة كل سنة وانتم طيبين. العربية دي كانت جاية بتشتكي من سخونية في الزحمة بس، انما طول ما هي ماشية مفيش حاجة، انما ساعة ما يقف في الزحمة يجيب سخونية. المهم لقينا شجرة المية زي ما انتوا شفتوا كده في الاول بتجيب مية، بس ما كانتش هي بصراحة سبب السخونية. المهم بقى طلع ايه سبب السخونية؟ ترمبة المية. شوفوا بقى ترمبة المية لما حليناها عاملة ازاي، كانت تخلي الامبير يرفع معاه للسبعة واللمبة تقيل كمان في الزحمة، انما طول ما هو ماشي طوال على السريع لحد الخمسة. بحل الترومبة اهو. شوف بقى الترومبة القلاب بتاعها عامل ازاي من جوه. ممكن في معظمكم شاف الموضوع ده، وممكن اغلبيتكم ما يعرفش الموضوع ده. ترومبة المية بقى لما بيكون القلاب بتاعها متاكل زي اللي انت هتشوفه ده بالظبط، يبقى هو الترومبة ملهاش لازمة، ما بتعملش اي وظيفة ليها جوه. شوف القلاب متاكل، مفيش ولا الهوا متاكل اكن واحد واكله بسنانه، مفيش. ده وظيفته بقى جوه ان هو بيكون بقى طبعا القلاب لما بيكون كامل وظيفته ان هو بيجيب المية الساقعة من الراديتير يدخلها على الموتور، وياخد المية السخنة من الموتور يوديها للراديتير عشان تسقع وترجع تخش تاني الدورة بتاعتها. بص بقى بالصلاة على النبي الترومبة الجديدة، بص القلاب هنا وبص القلاب هنا عامل ازاي. بص القلاب ده وبص القلاب ده. يا ريت يا جماعه ان شاء الله تنورونا على قناه اليوتيوب، هنزل لكم اللينك بتاعها. انا احمد يوسف الميكانيكي بتاع طنطا. تنورونا في الورشه اي وقت على الفيس في اليوتيوب. والحمد لله بفضل الله غيرنا الشجره وغيرنا الترومبه، وبفضل الله بنشتغل برضه في اغلبيه الفان الفوتون الكيمبو. تنورونا اي وقت.